عنها ان الاسطول الفرنسي اتدمر بالكامل، ودي كانت صدمة كبيرة للفرنسيين، مش عشان بس ان السفن بتاعتهم اتدمرت، لا، لان السفن دي كان عليها حاجة تانية اهم. السفن دي يا صديقي كانت عليها ازايز الخمرة اللي كانوا جايبينها معاهم من فرنسا، وحقيقي الكيف بيزل. وتخيل العكنانة اللي كان فيها جنود فرنسا، وبدأ السخط وعصيان الاوامر ينتشر بين الجنود، وبدأ الجنود يتمردوا على نابليون وعلى قراراته، ونابليون شكله بقى وحش وما بقاش عارف يعمل ايه. لكن نابليون فكر انه يشوف اي بديل محلي يعمل منه خمرة، علشان الجنود دي ما ينفعش تعيش من غير خمرة. ولو سألتني هو الفرنسيين ليه جايبين معاهم خمرة من فرنسا، والاجابة ان الفرنسيين كانوا عارفين ان مصر بلد اسلامي، وان المسلمين ما بيشربوش الخمرة، وحتى لو بيشربوا فاكيد خمرتهم مش هتبقى حلوة زي خمرة فرنسا. وعمل نابليون خمرة من التمر علشان الجنود يشربوها، لكن خمرة التمر دي ما عجبتش الجنود. وفي اللحظة دي ظهر عدو غير متوقع، عدو ما بيتهزمش بالسلاح، وهو الحشيش، واللي بدأ الجنود الفرنسيين ياكلوه مع المصريين وبدأوا يدمنوه. ودي كانت اول مرة يجرب الفرنسيين الحشيش في